هذا أنا وهذه القصة ديالي للمليون درهم. واليوم بصراحة أنا متحمس بزاف، حيت اليوم خدينا أول خلصة، يعني الأول مرة نهار بدينا هاد اللعبة عندنا رأس مال حقيقي نقدروا نبداو نستثمروا به. المهم نبداو بآخر حاجة سالينا بها المرة الفايتة، وهي build your social presence. نجزنا هاد المهمات كاملين، ومن بعد خدمنا على الديجيتال بيزنس. وهاد الأيام كانت عطلة وكان عندي شوية ديال الوقت، داكشي علاش قريت ندير بروغريس مزيان في هاد البروجيكت، وتمكنت أخيرا أنني نانلوكي البروجيكت. وشنو هو هاد البروجيكت؟ هو عبارة على e-commerce operations platform اللي كتخلي الناس ديال التجارة الإلكترونية يجمعوا جميع المعلومات ديال العملاء والطلبيات ديالهم وإدارة المخزون كاملها في بلاصة واحدة. وغادي نوريكم دابا النسخة الأولى من هاد البلاتفورم. أول حاجة categories. هنا التاجر يقدر ينظم الكاتيجوريز ديال المنتجات اللي كيبيع، مثلا ملابس، إلكترونيات، إكسسوارات، ولا أي كاتيجوري مناسبة للستور ديالو. products. من بعد كيقدر يزيد المنتجات ديالو ويحدد المعلومات ديال كل product، والأهم يقدر يزيد variants. مثلا عندك تيشيرت M L XL وألوان مختلفة، كل شيء منظم في بلاصة واحدة. والفكرة الأساسية هي ندخلوا هاد المعلومات بطريقة سهلة وبلا تعقيد. clients. من بعد عندنا الكلاينتس. هنا التاجر يقدر يشوف الناس اللي خداو عنده دي كوموند من قبل، المعلومات ديالهم، العنوان والاكويزيشن سورس، يعني منين تواصل معاك الزبون، واش فيسبوك، انستغرام، ولا من ستور. وحتى هنا عندنا رابط المحادثة معاه، يعني حتى إلا صونا ليه الليبرور ومجاوبش تقدر ديما ترجع دغيا الكونفرساسيون معاه. orders. وهنا وصلنا لواحد من أهم الأجزاء. هذه هي البلاصة اللي كيتسجلوا فيها طلبات الزبناء، ولكن ماشي غير نسجلوا الطلب ونساوه، خاصنا نعرفوا فين وصل الطلب، واش مازال جديد، واش تأكد، واش وجدناه، واش تصيفط، واش خرج للديليفري، واش وصل للكلاين، ولا وقع شي مشكل. كل ستاتوس عنده معنى، وهذا الشيء كيخلينا نتبعوا الاوردر من اللحظة اللي كيدخل فيها حتى توصل السلعة للزبون. وحتى الفاكتور موجودة، التاجر يقدر يخرج فاتورة باسم الستور ديالو للكلاينت. يعني ماشي غير بلاتفورم باش نشوفوا اوردرز، ولكن بغيناها تكون جزء من الاوبريشنز اليومية ديال الميرشنت. وطبعا هادشي ماشي كل شيء، كاينين فيتشرز اخرين، ولكن غادي نخليوهم للفيديوهات الجاية. وهاد الفيرزيون دابا كافية باش نبداو بيها. دابا عندنا اول دخل، وعندنا بروجي باغيين نطلقوه. يعني اخيرا اول حاجة كنت محتاجها هي رقم الهاتف، حيت خاصني رقم باش نقاد البيزنس اكاونتس ديالي. خديته من وين نقطة ما، وتقام عليا ب49 درهم للشهر. من بعد خاصني انفراستراكتور باش نقدر نخدم البلاتفورم. خديت VPS بمواصفات ستاندر من هوستينجر بتكلفة
2259 درهم في السنة. ومن بعد خاصنا الاسم ديال المشروع. خديت دومين vendors.ma ب 141.5 درهم. ودابا عندي فون نمبر VPS دومين برودكت، يعني عندنا الأساس باش نطلقوا المشروع. وهذا الأسبوع هذا الشيء اللي قدرنا نديرو. نشوفكم في أبديت ديال الفيديو الجاي. سلام.